الحلقة النهاردة يا جماعة مختلفة خالص بقى عن المتاحف والمعابد والأماكن الأثرية اللي الواحد بيروحها دي. النهاردة نروح نحضر مسرحية لنجوم مسرح مصر بس الدرجة التانية. كنت قلت للراجل معيش غير 200 جنيه وكنت تدفع على إيه يعني؟ على 200 جنيه اللي هو رجعها لي. دلوقتي يا جماعة لو أنا سمعت حد بيقول لك لو سمحت ما تردش. هجرب تجربة دلوقتي، لو شفتوا الفيديو ده يبقى التجربة نجحت. ماشي كام كده صح؟ $11 ماشي. عايز تكملهم 15 ماشي لو في بسكوت عندك. ايه اللي باتنين هنا؟ لا والله معيش والله غير مالها؟ انا واخدها من البنك والله واخدها من البنك. ما تجيش معاك؟ هذا 40 بس. اول تجربه لل 200 جنيه دي فشلت. في بسكوت هنا حاجه باتنين كده. ده بكام؟ لو عايز تكمل لو انا طلبت بنك مالها يعني ما تمشيش؟ لا والله. لو انا اخدها تاني محاولة فشلت. بشتري باشا ال 200 جنيه اللي بشتري بيها فاونديشن للميدن ونوع مش بيتكتل مش دهني متوفر ب 20 درجة. شكرا. يضحك عليا واد زي ده ويقعد يسحب مني نخنق ما ينفعش كمان يا اخي. من بعيد لبعيد احنا معفنة قوي زيكم ما استحماش ولا ايه؟ انا جايب 70 اخش فيها. جايب 70؟ ايوه اخش فوق اصلا مرتاح. التجربة للأسف يعني بكل صراحة وبكل وضوح ما طلعتش حلوة. أنا دلوقتي لسه طالع من العرض بتاع مسرحية اللي اسمها للسيدات فقط، يعني اللي بيمثلوا فيها ناس من فرقة مسرح مصر. طبعا أنا في شخصين أنا جاي أتفرج عليهم بالأخص، يعني اللي هو واحد اسمه حاجة العمر والتاني اللي هو يعني الناس دي لما اتصورت في مسرح مصر أنا من وجهة نظري كنت شايف إن هما ما خدوش يعني ما خدوش مساحة كافية، فحبيت أجي أشوف لهم دور كامل. هل لما يجي ياخدوا دور كامل هل هيفرق فعلا في موضوع
كده واضح ولا لا. اول ما قريت البوست بتاع المسرحيه ده كان مكتوب اول كلمه مكتوبه في البوست للسيدات فقط. فانا الوهله كده انا طبعا ما كنتش هروح ولا كنت هتفرج عليها، يعني ان انا قريتها للسيدات فقط، فاللي هيتفرج عليها سيدات فقط يعني. نعم.